السلام عليكم. انا سميتي لينا وكنعيش في واحد المدينه في المغرب. واحد النهار ما بقيتش كنسمع وبقى يجي السمع ويمشي، وهاد الحاجه كانت بالنسبه لي غريبه، وهاد المشكل خلاني نولي نتعصب في ساعه، وانا عرفت باللي الجنون هما سبب المشكل ديالي. هاد الموضوع اللي راني نعاود لكم ماشي ساهل. مرة الناس كيقولوا كاينين الجنون في شي واحد، يمكن سبب هاد الشيء غير الاعصاب. نطلبوا الرب باش يورينا كيفاش نميزوا الصح من الغلط، ونطلبوا منه الحكمة. ولكن في حياتي تأكدت باللي كاينين الجنون. شي وحده من صحاباتي تبعت المسيح جات عندي وقلت الجنون اللي ساكنين فيا خاصهم يخرجوا باسم المسيح، وارتحيت والصحة ديالي ولات مزيانة لحد الآن. كاينين بزاف د القصص بحال هذه في الكتاب المقدس. سمعوا شنو قال واحد الولد صغير قبل 2000 سنة في الإنجيل. والغد ليه نزلوا من الجبل، وتلقات ليه جماعة كبيرة د الناس، وغوت واحد الراجل منهم وقال: أسيدي بغيتك تشوف من حال ولدي، حيث هو بوحده اللي عندي، وراه واحد الجن كيسيطر عليه وكيخليه يغوت على غفلة، وكيهزو وكيخبطو حتى كيخرج لك شاكش من فمه، وما كيطلقو حتى كيعييه ويدقدقو. ورغب التلامذ ديالك باش يخرجوه منه ولكن ما قدروش. وجاوب يسوع وقال: هاد الجيل القبيح اللي ما عنده ايمان، حتى لمتى غادي نبقى معاكم ونتحملكم؟ جيب ولدك لهنا. ومن اللي بدا الولد كيقرب لعند يسوع، طيحوا الجن وخبطوا مع الارض. ونهض يسوع في الجن وشفى الولد وردوا لباه. وتعجبوا الناس اللي كانوا حاضرين كلهم من العظمة ديال الله. كشفنا في القصة بلي المسيح عنده القدرة باش يخرج الجنون. عندي تجربة وكاينين بزاف الناس اللي عندهم نفس التجربة في المغرب، وهما طلبوا من المسيح باش يحررهم من هادوك الجنون، والمسيح عطاهم الحرية. وهادوك الناس اللي الرب شفاهم قرروا باش يتبعوا المسيح بحالي. ملي انت ولا شي واحد من العائلة نتاعك يكون عندك نفس المشكل، علاش ما تطلبوش من المسيح باش يحل المشكل نتاعكم؟ الرب كيسمعنا وكيجاوبنا. لا بغيتي تعرف اكثر على المسيح، تواصل معنا على الفيسبوك والإنستغرام.